ثنائية توحش الاستبداد البعثي والمعارضة الإخوانية. تغيرت العلائق الإنسانية لتصبح مصنفة بين الولاءات، ولتكون القيمة الطبيعية للتواصل الطبيعي ضئيلة أمام التودد السلطوي والتفاف الأتباع حول بعضهم البعض. إن هذا التغير والتقلب في المزاج عزز من الاستعداد الوحشي للإنسان المندفع من تلقاء نفسه لعبادة الغضب. باتت العلاقات النفعية سائدة محل العلاقات الطبيعية، وتعددت وجوه الإنسان المادية وبات أصعب مما كان عليه في زمن بساطة حياته البدائية. بات ينقاد لواقع قائم على السطوة وتمجيدها، لتكون بمثابة المرآة أو المعيار لفهم الجودة والسعي إليها. فالوحش هنا يسيطر ويستقوي على الإرادات ويكسيها بمظاهر التفاخر والقوة، ليكون البهاء والجمال والأناقة مظهرا ناعما من وحشية الحياة العصرية التي تقنع بها الغالب من البشر بذريعة عصرنة الحياة والقيم. هذا يشكل بروزا باتجاه الاستشراف في المنافسة والصراع وكذلك الاحتكار، حيث جمع المعتقلين في السجن واستقبالهم عبر ابتداع نوع من التعذيب يسمى حفلة الاستقبال، يعتبر أحد إشارات توسع معامل صناعة الوحش. تحويل الإنسان إلى مخلوق غامض الأفعال غامض التصرفات، يقتلع الأخضر واليابس، يتشبه بالدمار بالخنال في ذاقه مر العذاب عبر بوابة القهر والانتقام. فما ظاهرة المعتقل السياسي بطبيعتها إلا تعبيرا عن صناعة الوحش، تضخم الرعب في حياة الأفراد، يقودهم بالضرورة إلى حتفهم وينقلهم لعالم ضيق ممتلئ بالنقمة والحركة غير المنظمة، تعبئتهم بروح التخبط والمرض، حقنهم عبر الدين بوصفات من الإيمان الأعمى المنغمس في أوحال العنف وفهم الإيمان على نحو يشبه تعاطي المدمنين للمخدرات. ندرك بتجلي حاجة العقل للفرار من قيود الرتابة للتوغل بعمق للمعنى الماورائي لإبراز المشاهد والتفنن في رسم طرائق التفكير وصناعة الحدث، تبعا للفكرة الباعثة على الانشداه والتحول عن طور التلقي العادي لقبول الفكرة ومناقشتها، من ثم خلق سجال حولها. فهم الداخل وما يعتريه من قلق دائم من الموت أو التلاشي وانحسار القوة بغتة بعد عهود عزة وجلل. حقيقة ذلك الاتحاد التاريخي بين رجل الدين والسلطة، هذا الاتحاد أفرز العديد من العلل الوحشية الطابع، عزز من الخوف لكونه مدرسة وعلم صناعة الإنسان في شقيه المتدين وشديد الخوف من الحاكم، عبد الطرق نحو بروز أنظمة قوية وعنيدة تتمتع بخبرات عديدة في ضبط فوران الجماهير، وطد دعائم ثقافة شمولية دينية تستقي مزاياها من الميثولوجيا والأوهام التي استنبطت منهاج الحياة التقويمي المفروض على التلاميذ منذ طفولتهم. قاد النخب الشابة للتفكير بكل شيء عبثي عدا الخوض في مواضيع التغيير والدمقرة الجوهرية.